بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في عالم فطوم أحلى. اليوم حسوي معاكم الدجاج البافلو مع فاصوليا بيضة ورز أبيض وسلطة، وحنشوف الطريقة. هنا أول شي جبت الدجاج بدون عظم، قطعته لمكعبات متوسطة، نقعتها مع الليمون، زنجبيل، طحينة. بعد كده غسلتها وتخلصت من الموية المنقوعة، وحطيتها في الزبدية وحطيت عليها بهارات حطيت كمون، فلفل أسود، كزبرة، بهارات مشكلة، كاري، كركم، هيل، قرفة. وحطيت صلصة الصويا تقريبا ملعقة، ودبس الرمان، وملعقتين من اللبن اللي هو الزبادي، وشوية ملح، ونقلبه تقليب. وكمان نحط ثوم مطحون ونقلبه تقليب مزبوط. ننقعه شوية في الخليط، نحطه في الثلاجة ممكن لساعة لساعتين على حسب ما تحتاجي. هنا في الطوة قطعتين من الزبدة وشوية زيت زيتون، حطيت عليها بهارات صحيحة اللي هي ورق الغاب، قرفة، هيل، قرنفل. خليتهم شوية في الزيت، وبعد كده أضفت الخليط اللي هو الدجاج وقلبته. أول شي تكون النار عالية، وبعد كده أوطيها إلى أقل درجة. بعد كده هنا في القدر حطيت زيت زيتون، شوية زبدة، وحطيت عليهم البصل مقطع إلى قطع صغيرة عشان أسوي هنا الفاصوليا هنا عندي قد غسلتها، طبختها مطبوخة خلاص يعني مسلوقة، وكانت عندي في الفريزر طلعتها وجاهزة للاستخدام. حطيت بهارات كمون وبهارات مشكلة، وحطيت عليها الفاصوليا وأقلبها. حطيت عليها صلصة، شوية موية مع مرقة ماجي، وهنا البهارات اللي هي المطحونة، كركم، كمون، فلفل أسود، كزبرة، ومعجون الطماطم. وأحطها اللي هو أغطيها، وعلى نار هادئة أخليها لحد ما تتسبك. رجعنا للدجاج، شايفين شرب مويته كيف، وبدأت الحبات تستوي. انزلوا تحت، حطوا اللايك، اشتركوا في قناتي، لا تنسوني من التعليقات، سريع اللايك. شايفين هنا شوف كيف استوت حباتها. لما تحطيها على نار هادئة تنالي نتيجة مرة حلوة. هنا في الزبدية حطيت دقيق، وحطيت شوية بقسماط، وبهرتها بكمون وبهارات مشكلة. وأخرج قطعة دجاج وإيش أقلبها شوية في الدقيق، أغطيها تغطية كاملة. وخلاص الخليط هذا اللي في الطوة تخلص منه، عشان حنحط خليط أو وصفة تانية. شايفين هنا غطيتها بالدقيق. بعد كده في طوة حطيت زيت وبدأت أقليها، أحط مجموعة وأقلبها لحد ما تاخذ اللون الذهبي. هنا في الطور مرة تانية نظفتها وحطيت زيت زيتون، وأجيب اللي هي تتبيلة الدجاج البافلو، وأرمي عليها قطع الدجاج بعد ما قليتها. أعطيها تقليبة حلوة لمدة تقريبا، تخليها في التقليبة هنا 10 دقائق فقط، ما تحتاج أكثر من كده، وتحصلي على أحلى دجاج. سويت مع سلطة، حطيت عليها شوية توم، زيت زيتون، حطيت عليها سماق، ليمون، ملح،
وأحلى سلطة خضار انتي تشكليها بكيفك ورغبتك. سويت لما ننسى هنا الرز الأبيض، عميد السفرة، ممكن كمان تسويه بالشعرية. غرفنا دجاج البافلو، كان طعمه ما يمزح. وهذه الفاصوليا جانبية للي ما يحب اللحم. وهذه هي سفرتنا، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.